كريم بنزيما من أسوأ لاعب في ريال مدريد إلى أفضل لاعب في العالم، فكيف حدث هذا التحول التاريخي في مسيرة الحكومة؟ الراعي الرسمي للجلطات وللسكتات الدماغية ولمرض الرعاش والكازاس والسعال الديكي، عافانا وعافاكم الله. يغادر، يخرج بنزيما. بنزيما كريم بنزيما جول. ففي موسم عام 2010 عام 2011 بيريز يعود لرئاسة نادي ريال مدريد بعد فترة ولا فاشلة رياضية لكن ناجحة تسويقيا. فلما رجع مرة ثانية بيريز رجع بعادته القديمة، وفي أول صيف يمسك فيها النادي يبني جيلا آخر، حيث اشترى كريستيانو رونالدو من اليونايتد وريكاردو كاكا من الميلان وتشافي ألونسو من ليفربول، وأيضا شاب موهوب يدعى كريم بنزيما فرنسي من أصول جزائرية. كريم بنزيما لما أتى إلى ريال مدريد وجد نفسه بين عاصفة من المهاجمين، ففي موسم عام 2013 رحل هيغوايين وبقى بنزيما لأنه كان له دور لفتح المساحات لكريستيانو رونالدو. وفي الموسم الذي قضاه مع ريال مدريد كان يقدم إحصائيات ممتازة. على سبيل المثال في موسم عام 2012 عام 2011 سجل 32 هدفا وصنع 19، وفي موسم عام 2013 عام 2012 سجل 20 هدفا وصنع 21، ولكن بعد ذلك بدأ الانهيار التاريخي، حيث في موسم عام 2016 عام 2017 بدأت تظهر على بنزيما عادة غريبة لأنه يضيع فرص محققة. في ذلك الموسم سجل 19 هدفا فقط، عكس الموسم الماضي والذي سجل فيه 28 هدفا. ولكن كانت المشكلة في موسم عام 2018 حيث سجل في الكامل الموسم 12 هدف فقط، كان يضيع فرص سهلة. والمصيبة الأكبر أنه لا زال المهاجم الأساسي لفريق، حتى كريستيانو رونالدو كان يدعمه لكن لا توجد فائدة، وكانوا يطالبون الجماهير بمهاجم آخر غير بنزيما. بنزيما خرجوه مش ممكن على كورة. لا عاد يا بنزيما، لا يمرض الناس، يمعذب القلوب، يمطيح الرجال يا بنزيما. عصفور الصح ويقعد عصفور الصح. سامحوني، عصفور الصح يبقى من غير ثقل من غير تأثير في المباريات الكبرى. هذه نظرتي في بنزيما. إلى متى ستبقى محاميه يا زيدان؟ هل هي مواطنة؟ هل هي أصول؟ هل هي نظرة وعشرة؟ بنزيما يبقى لاعب مهم لكن حان وقت التغيير في الريال يحتاج لمهاجم آخر. يعني تصور عندهم أوباميونغ ولا عندهم لاعب ستايل ليفاندوفسكي. جمهور الريال يتمنى إبداعات بنزيما تعود، يتمنى أن لا يكتب الفرنسي الأمامي في الصورة بدور التكتيكي ويخلي المساحات لرونالدو باش يسجل. جمهور المرنجي من هذا ويريد هدف من أهداف بنزيما. ففي نهاية الموسم رحل كريستيانو رونالدو عن الفريق، والمصيبة أن الفريق سيعتمد على كريم بنزيما. ففي مباراة في الدوري الأسباني جمعت بين ريال مدريد وريال بيتيس، وفي الدقيقة 45 سقط بنزيما وانكسرت إصبعه، فكان على بنزيما أنه يفعل عملية جراحية بأسرع وقت، ولكن بنزيما رفض وقرر أنه يكمل الموسم بالربط على إصبعه، وكمل الموسم وانفجر انفجارة كبيرة، فكان يصنع يهدف ويحسم المباريات. ولكن سقف كرة القدم بالنسبة لكريم بنزيما هو في موسم عام 2022. لمصلحة كريم. فين يا بنزيما؟ جول. هذا هو الريال والريمونتادا في الطريق وجول. وهذا بنزيما زيادة والجول. كريم جول. مودريتش ومرة أخرى. شنو هذا؟ البحث عن كرة بتمرير على داخل منطقة الجزاء. يا بنزيما وبابا جول. كريم بنزيما جول. كريم تنتظر في الحكم. بنزيما بنزيما الهدف الثالث. كريم بنزيما في ذلك الموسم انفجر حيث سجل 44 هدف وصنع 15، فقاد ريال مدريد تحقيقهم للخماسية، وحصل على الكرة الذهبية لعام 2022 عام 2023. صلوا على النبي، يذكروا الله، لايك واشتراك، وشكرا لكم على المشاهدة.